بيبدأ الجزء التاني من فيلم أرمر اوف جاد في قارة أفريقيا مع حرامي كنوز اسمه جاكي، وهو في مهمة عشان يسرق جوهرة. وبيوصل جاكي للجبل اللي موجود جواه الجوهرة اللي هو جاي عشانها. وبيكون جاكي عايز يسرق الجوهرة بعد ما فشل في مهمته اللي فاتت لما كان بيسرق كنز اسمه الكنز المقدس من عصابة خطيرة اسمها عصابة الرهبان. وساعتها جاكي كان السبب في انهيار دار الرهبان وضاع الكنز المفقود مع الدار. وفي الوقت الحالي بيدخل جاكي كهف في الجبل وبيكتشف ان مفيش اي حد موجود عشان يحرس الجوهرة، ولكنه بمجرد ما بيلمسها بيظهر اتنين من الحراس جسمهم ضخم جدا وبيبقوا لابسين قناع غريب على وشهم، لكنهم مش بيمنعوا جاكي من سرقة المجوهرات. دول بيفضلوا يشاوروا له على مكان الجواهر، وبيكون جاكي مستغرب من تصرفاتهم دي لكنه مش مهتم لانه مش فاهم اي حاجة من اللي هم بيقولوها. وبيلاقي جاكي نافورة مية في الكهف خارجة من تمثال حجري، فبيشرب منها لانه عطشان جدا. ولكن فجأة كل حاجة بتتغير وبيتضايق الحراس جدا وبيفضلوا يقولوا كلام غريب وينادوا على باقي القبيلة بتاعتهم. وبيظهر باقي أفراد القبيلة واللي بيكون شكلهم غريب جدا زي حراس الكهف، وبيكون معاهم حرامي كنوز كان جاي الكهف من كام سنة عشان يسرق الجوهرة. وبيقول الحرامي ده واللي اسمه تشيهوا إنه كان في مهمة لسرقة المجوهرات من كام سنة، ولما وصل اكتشف إن الحراس مش هتمنعه يسرق المجوهرات لأنهم مش مهتمين بيها، لكن نافورة المية دي بالنسبة لهم مقدسة جدا وما ينفعش أي حد يشرب منها. ولكنه شرب من النافورة فحكم عليه زعيم القبيلة إنه يتجوز بنت من بنات القبيلة أو يخلص عليه، فاضطر إنه يتجوز بنت من بنات القبيلة. ومن ساعتها وهو محبوس هنا ومش عارف يهرب. وبيبقى جاكي هيقابل نفس مصيره ويتجوز بنت من بنات القبيلة، لكنه بيرفض وبيقرر إنه ياخد المجوهرات اللي سرقها ويهرب. فبيطردوا كل سكان القبيلة علشان يخلصوا عليه. ولما بيخرج جاكي من الكهف بيخرج من جيبه كرة عملاقة وبينفخها بالهواء، وبيدخل جوه الكرة العملاقة دي وبيهرب بيها من القبيلة وبينزل من على الجبل بتاعهم. ولما بيوصل لقاع الجبل بيكتشف ان المجوهرات وقعت منه، وبكده يكون فشل في المهمة دي كمان. فبيتضايق جدا وبيضطر يرجع للمدينة مرة تانية، وده عشان يرتاح بعيد عن سرقة الكنوز. وفي يوم بيكون جاكي في رحلة صيد في البحر وبيوصل له رسالة من رجل أعمال اسمه البارون، وبيكون عايزه في مهمة جديدة مع انه فشل في مهمته اللي فاتت لما كان بعته البارون يسرق السيف الأسطوري. وبيرجع جاكي للمدينة مرة تانية وبيروح السوبر ماركت عشان يشتري شوية حاجات، ولما بيرجع بيشوف اتنين من الحراس وهم عند العربية بتاعته، وبيكون فاكرهم عايزين يخلصوا عليه فبيتخانق معاهم، لكنه بيهدى لما بيعرف ان دول من رجالة البارون وجايين علشان ياخدوه. فبيروح معاهم للقصر وهناك بيقابل البارون واللي بيرحب جدا بيه. وقتها بيقول له انه عايزه في مهمة جديدة وبيحكي له عن المجوهرات اللي جمعها الجيش الألماني من أفريقيا. فبيقول له انه زمان بعد الحرب العالمية الأولى الجيش الألماني كان جمع مجوهرات وذهب وكنوز من أفريقيا، ولكنهم دفنوا الكنوز دي في أفريقيا وما رجعوش بيها لألمانيا مرة تانية. ومن كام سنة كانت ألمانيا عايزة توصل للكنوز دي، فبعتت كتيبة من الجيش فيها ضابط و18 جندي، ولكن الكتيبة اختفت ومحدش عارف عنها أي حاجة بعد ما راحوا هناك. وبيقول البارون إن المهمة دي خطيرة جدا لأن كمية الذهب كبيرة جدا، وتقريبا العالم كله بيدور على مكان الذهب ده وعايز يوصل له. وبيحذر جاكي لأن أي غلطة صغيرة ممكن تبوظ المهمة. وبيعرفوا على بنت اسمها أدا هتكون معاه في المهمة، ودي خبيرة في الأراضي الصحراوية وهتساعده لأنها عارفة كل حاجة عن تاريخ الذهب. وبيقول له كمان إنه لو نجح في المهمة دي هتكون مكافئته 240 كيلو ذهب. فبيروح جاكي مع أدا المطعم في المدينة وبيسألها عن تاريخ الذهب، فبتوري له صور الفريق الألماني اللي كان بيدور على الذهب. وبيقول لها ساعتها جاكي إنه لو وصل لأي حد من عيلة الضابط اللي هو قائد الفريق ممكن يعرف مكان الذهب، لكنها بتقول له إن مفيش أي حد من عيلة القائد ده لسه عايش وإنهم دوروا كتير لكنهم ما وصلوش لأي حاجة. فبيقول لها جاكي إنه هيروح بنفسه عشان يتأكد إن مفيش حد لسه عايش. وآخر اليوم بيروح جاكي البيت مهجور في المدينة، وده بيكون بيت القائد لكنه مهجور ومعروض للبيع. فبيدخل جاكي البيت على أمل إنه يلاقي أي معلومة عن الذهب، لكنه فجأة بيحس إن في شخص معاه في البيت وبيلاقي في بنت موجودة في البيت، والبنت دي هي إلسا حفيدة القائد لكنها مستخبية ومحدش يعرف عنها أي حاجة. وده لأن العصابات بتطاردها من وهي صغيرة على أمل إنهم يوصلوا للذهب. فبيستخبى جاكي عشان إلسا ما تشوفوش، ولكن بعد شوية بيوصل شخصين وبيهاجموا إلسا، وبيهددها واحد منهم إنه هيخلص عليها لو ما قالتش على مكان الذهب، لكنها مش بتكون عارفة أي حاجة. فبيظهر جاكي وبيضرب الشخصين دول وبينقذ إلسا قبل ما يخلصوا عليها.
عليها، وبيعرفها انه حرامي كنوز وعايز يوصل للدهب هو كمان، لكنه مش عايز يأذيها، فبتقول له انها فعلا ما تعرفش اي حاجة عن مكان الدهب. وتاني يوم بيروح جاكي المحل في المدينة وبيكون معاه مفتاح خزنة من ايام الحرب العالمية الاولى، كان اخده من البارون، لان المفتاح ده هو مفتاح خزنة الدهب. ولكن البياع اللي في محل الخزن بيقول له ان ده مفتاح قديم جدا وانه مستحيل يكون مفتاح خزنة، لكنه في الحقيقة مفتاح لباب كبير، وبيكون المفتاح متصمم بطريقة جميلة جدا، وكمان ليه 3 ارقام سرية عشان تعرف تفتح بيه الباب، ولو الارقام السرية دي اتكتبت بطريقة غلط ساعتها الباب هيتقفل للابد ومش هيتفتح تاني. فبيشكروا جاكي على مساعدته ليه وبيخرج من المحل بتاعه، وساعتها بتظهر عصابة بتطارده عشان تاخد منه المفتاح، لكنه بيضرب 2 منهم وبيجري من الباقي بسرعة قبل ما يوصلوا له ويخلصوا عليه، وبتحصل مطاردة طويلة بين العصابة وجاكي لحد ما بيوصلوا للمينا، وبينجح انه يخلص من العصابة ويوقعهم في المية، وبيستخبى هو في المينا لحد ما يقدر يهرب. وتاني يوم بيرجع جاكي لقصر البارون مرة تانية وبيقول له انه مستعد للمهمة، وقبل ما يتحرك هو وآدا بتيجي إلسا وبتقول ان هي عايزة تروح معاه، وده لانها ما تعرفش اي حاجة عن جدها، وانها مش طمعانة في الذهب لكنها عايزة تعرف جدها خسر حياته ازاي. فبيوافق جاكي وبيتحرك هو والفريق بتاعه علشان يوصلوا لمكان الذهب. وتاني يوم بيوصل جاكي وفريقه للمغرب، وبيقرروا ان هم يقعدوا في اي فندق عشان يرتاحوا شوية من السفر، وبيقعد كل واحد منهم في أوضة لوحده. وفي أوضة آدا بيوصل شخصين عايزين يوصلوا للمفتاح، وبيهاجموا آدا عشان ياخدوا منها المفتاح، لكنها بتقول لهم انها ما تعرفش اي حاجة. وفجأة بيوصل جاكي وبيكتشف ان في ناس تانية كتير غير الشخصين دول، وبتقوم معركة كبيرة بينه وبين العصابة، وبتساعدوا آدا وإلسا. وبعد قتال كبير بينهم مش بيقدر حد فيهم يتغلب على التاني، فبتاخد إلسا بندقية من مدير الفندق وبتضرب نار في كل مكان في الفندق، فبيهرب أفراد العصابة بسرعة قبل ما تخلص إلسا عليهم. وعلى الرغم من إنها دمرت الفندق لكنها قدرت تنقذ جاكي وآدا، وكمان المفتاح لسه معاهم. وبيقرر جاكي في الوقت ده إنهم لازم يمشوا من هنا لأن العصابة دي أكيد هترجع من تاني. وتاني يوم بيتحرك جاكي وفريقه عشان يوصلوا لمكان الدهب، وفي الطريق بيشوف بنت ماشية على رجلها في الصحراء، فبيقف بالعربية وبيعرض عليها إنه يوصلها، فبتوافق، وده لأنها تايهة وهتموت من العطش. وبعد كام ساعة بيقرر جاكي إنهم يرتاحوا شوية لأنهم تعبوا من السفر. وبتحكي إلسا للبنت اللي اسمها رو، ودي اللي لقوها في الصحراء، عن قصة الدهب، وبيبقى مع إلسا ألبوم صور لجدها القائد. فبتشوف رو صورة من صور القائد مع الفريق بتاعه، وبتقول إنها عارفة المكان اللي هم متصورين فيه، وإن ده مكان قبيلة أفريقية اسمها موجو، لكنها بتحذرهم لأن القبيلة دي خطيرة جدا ومش بتحب تتعامل مع أي حد من بره القبيلة، ولكنها مستعدة إنها تساعدهم وتوصلهم لحد هناك. ساعتها بيوصل شخص اسمه أدولف مع العصابة بتاعته للفندق اللي كان فيه جاكي، وبيهدد مدير الفندق إنه هيخلص عليه لو ما قالش على مكان جاكي والفريق بتاعه. فبيقول له مدير الفندق إن جاكي وفريقه في طريقهم للصحراء الشرقية وبيدوروا على الذهب، فبيروح أدولف وعصابته عشان يدوروا عليهم وياخدوا منهم الذهب. وبيوصل جاكي وفريقه لقبيلة موجو، لكن رو بتقول إنها مش هتقدر تدخل جوه، وبتودع جاكي والفريق بتاعه وبتحذرهم لأن القبيلة دي خطيرة جدا وممكن تخلص عليهم. فبيدخل جاكي القبيلة وبيتخانق معاهم عشان يوصل لمكان الذهب، وبتدور معركة كبيرة بين جاكي والقبيلة، وساعتها بيكتشف جاكي إنه مش هيقدر عليهم لأن عددهم كبير، فبيهرب هو وفريقه بسرعة قبل ما يوصلوا له، وبيدخلوا معبد القبيلة، وأفراد القبيلة مش بيدخلوا وراهم لأن المعبد مكان مقدس في القبيلة ومحدش ينفع يدخله. وجوه المعبد بيكتشف جاكي إن المعبد عبارة عن مكان مفتوح فيه رمال متحركة، فبيقع جاكي وفريقه في الرمال المتحركة اللي بتسحبهم لمكان تحت الأرض. وتحت الأرض بيكتشف جاكي إن المكان ده هو مكان المعسكر اللي بناه الألمان ساعة الحرب العالمية الأولى، وبيكونوا مبسوطين جدا لأنهم وصلوا للمكان ده بالصدفة. وبيلاقي جاكي جثث الجنود الألمان بعد ما اتحللت في المكان ده، واكتشف إن في حد خلص عليهم، وده لما لقى سكينة في ظهر جثة القائد، فبيعتذر لها لأنها شافت جدها بالشكل ده. وبيلاقي كمان مع جدها نوتة فيها مذكرات عن مكان الكنز الذهب، فبيديها المذكرات دي عشان تحتفظ بيها، وبيكمل تدوير على مكان الكنز. وقتها بيلاقي إن السكينة مكتوب عليها اسم أدولف، ومش بيكون عارف مين صاحب الاسم ده. وبتكون رو في طريقها عشان ترجع المدينة مرة تانية، ولكن في الطريق بيشوفها أدولف والعصابة بتاعته وبيوقفوها، وبيكونوا فاكرينها من سكان قبيلة موجو، فبيقولوا لها إنهم عايزين يروحوا لمكان القبيلة، فبتوصلهم رو غصب عنها لأنهم بيهددوها إنهم ممكن يخلصوا عليها. فبتروح رو معاهم لحد مكان
قبيلة موجو، وبتلاقي جاكي وباقي الفريق هناك. ولما بيوصلوا بيحكي أدولف إنه كان واحد من فريق القائد زمان وكان بيدور معاه على الدهب، ولكن القائد طمع في الدهب ليه لوحده، وفي يوم قرر يخلص على الفريق بتاعه كله فحط لهم سم في العصير، وكل الجنود شربوا العصير ده ما عدا أدولف اللي عرف إن العصير فيه سم. وساعتها استخدم السكينة بتاعته وخلص على القائد، وده عشان ياخد الدهب لوحده، لكنه اضطر يهرب عشان محدش يعرف إن هو اللي خلص على القائد. ومن وقتها وهو بيحاول يوصل لمكان مفتاح الخزنة لكنه ما قدرش يوصل له. ولما عرف إن المفتاح مع جاكي قرر إنه يأجر عصابة عشان ياخد منه المفتاح، فبيديله جاكي المفتاح لأن عدد العصابة كبير جدا وشكلهم خطير وممكن يخلصوا عليه. فبياخد 2 من أفراد العصابة المفتاح وبيحاولوا يفتحوا الخزنة، لكنهم مش بيكونوا عارفين الرقم السري بتاع المفتاح. فبتقول إلسا حفيدة القائد إنهم ممكن يجربوا تاريخ ميلاد والدتها، وده لأن جدها كان بيحبها جدا. وبتقول لهم إلسا على الرقم، لكن الرقم بيبقى غلط. ساعتها بيكتشف إن الباب مش بس بيتقفل لو حد دخل الرقم غلط، ولكنه مصمم بطريقة دفاعية عشان يخلص على أي حد يحاول يسرق الخزنة. فبيتضرب عليهم نار من كل مكان، وبكده في 2 من العصابة خسروا حياتهم. فبيقول أدولف إنه هيخلي جاكي هو اللي يفتح الخزنة، وبيكون جاكي مضطر يسمع كلامه لأنه ممكن يخلص عليه، وبيكون خايف جدا. ولما بيروح عند باب الخزنة بيكتشف جاكي إن السلسلة اللي لقاها مع جثة القائد مكتوب على ظهرها رقم مكون من 3 أرقام بس، فبيتوقع إن ده هو الرقم السري بتاع الخزنة. ولما بيكتب الرقم السري بيطلع صح، وبيتفتح الباب بكل سهولة، وبيلاقوا جوه الخزنة دهب كتير جدا في كل مكان. وبدل ما يوزعوه على بعض بيقرر أفراد العصابة إنهم يخونوا أدولف لأنه شخص مريض ومش هيقدر يعمل لهم حاجة، وبيهددوا جاكي إنهم هيخلصوا عليه لو ما هربش هو والفريق بتاعه. لكن جاكي بيتخانق معاهم عشان ياخد الكنز وبيفضل يضرب فيهم. وبيروح أدولف عشان يقفل عليهم باب الخزنة من تاني، ولكن جاكي بيملى صناديق من الدهب وبياخدها وبيهرب بسرعة. وبتطلع إلسا لغرفة التحكم اللي بيكون فيها أزرار كتيرة بتتحكم في كل حاجة في الوحدة العسكرية زي النور والأسلحة والتكييفات، وبيبقوا عايزين يفتحوا الباب لجاكي عشان يخرج، لكنهم بيدوسوا بالغلط على زرار لونه أحمر. فبيقول أدولف إن الزرار ده زرار التدمير الذاتي، وده نظام كان عامله القائد عشان يدمر الكتيبة كلها لو أي حد فكر يسرق المكان. وبيقول أدولف إنه هيضحي بنفسه وينقذهم، وده عشان يعوض إلسا عن قتله لجدها زمان. فبيدوس أدولف على زراير بتفتح فتحات التهوية في المكان عشان يقع فيها أفراد العصابة ويخلص عليهم. وبينجح هو وجاكي إنهم يخلصوا على العصابة كلها، ولكن بيبقى قدامهم وقت قليل علشان يهربوا من هنا. فبيقول أدولف لجاكي إنه هيضحي بنفسه علشانهم، وإنه هيشغل أجهزة الدفع، ودي أجهزة هتدفع الهوا لبره الكتيبة، وده هيساعد جاكي وفريقه إنهم يخرجوا من المكان قبل ما يتدمر، وهو هيفضل في الكتيبة عشان يدوس على زرار التشغيل ويساعدهم. فبيضطر جاكي يسمع كلامه لأن القنابل اللي موجودة في المكان قربت تنفجر. وبيقف جاكي وفريقه هم معاهم صناديق الدهب اللي جمعها جاكي، وبيشغل أدولف أجهزة دفع الهواء، وبينجح أخيرا إنه يهرب من المكان هو وفريقه. ولكن صناديق الدهب وقعت منهم وهم بيهربوا من الوحدة العسكرية، وقبل ما يستوعب جاكي الصدمة بينفجر المكان وبتنهار الوحدة العسكرية، وبيدفن الدهب تحت الأرض. وبكده بيكون جاكي فشل في مهمته دي كمان، ولكنه قدر يفضل عايش هو وكل الفريق. ودلوقتي قدامه تحدي إنه يخرج من الصحراء دي، وده لأن الجو حر جدا وهم عطشانين ومش معاهم مية. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.